السلام عليكم. الحمد لله العربي عدّى، وزي ما يعدّي عندي. بجد يا جماعة السنة اللي فاتت في دفعتنا كان في ناس ناشرة على الفيسبوك ومش عارفة إيه، وكل الناس اللي كانت بتصوّر إن الدفعة طالعة مبسوطة والدفعة مش زعلانة والدفعة مش عارفة إيه. وأنا وزمايلي اللي معايا في الكلية دلوقتي حاليًا كلنا بالإجماع كانوا يعني هم كلّهم كانوا زعلانين من العربي، كلّهم بجد كانوا زعلانين من العربي. وأصحابي في الثانوي ودلوقتي في طِب الحمد لله في مكان، يعني كلنا الحمد لله في أماكن كويسة جدًا، كانوا برضه زعلانين من العربي. يعني هم ما كانوش زعلانين أوي، هم ما كانوش عارفين هم عملوا إيه، بس كانوا شايفين بقى إن أدائهم ما كانش حلو وكده وكلام من ده يعني، فكانوا زعلانين من العربي. في حين إن الفيسبوك والناس كلّها كانت بتتكلّم إن هُم طالعين مبسوطين من العربي، وتحسّي إن هو حاجة غريبة أوي. فأرجوكم بجد ما تراجعوش عربي نهائيًا، أكتر مادة بجد لا يصح المراجعة فيها نهائيًا، لإن أصلًا العربي ما بيبقاش ليه ولا أي مادة على فكرة، بس العربي بالذات ما بيبقاش ليه نموذج إجابة محدد نازل له، ما فيش نموذج إجابة بينزل من الوزارة. فطبعًا أنت بتحُط نفسيتك ما بين آراء ناس، يعني ما بين آراء كده المدرسين، ما بين آراء شوف الناس أجمعت على إيه، أنت بتحُط نفسيتك ما بين الآراء دي. فأنصحكم بجد بلاش تحطّوا كده أبدًا. وكمان يعني فيما ظنكم برب العالمين، فمهما عملت النتيجة ممكن يعني يا إما تشقلب الحال خالص عن اللي أنت حليته. فأرجوكم بجد أنتم ما تزعلوش، لإن أنا زي ما قُلت لكم إن إحنا كلنا كنا زعلانين، الحمد لله كنا في أماكن كويسة دلوقتي، وسبحان الله اللي كانوا مبسوطين يعني الحال ما كانش معاهم يعني أبسط حاجة، وفي ناس كانت مبسوطة والحمد لله برضه كانوا في أماكن كويسة يعني، أنا أعرفهم برضه، كانوا مبسوطين الحمد لله برضه. زمايلي وكده، وأنا أصلًا من الناس اللي ما كانش فارق معايا حاجة خالص. يعني أنا طالما طلعت من الامتحان ما بيفرقش معايا، مش بازعل عليه، ما خلاص امتحان وعدّى أشوف اللي غيره بس. الفرنساوي بقى مهم إنك تركّز فيه أوي الترم كل اللي فات عشان يتقفّل، ال40 درجة بتوع الفرنساوي بجد مهمين، وإن شاء الله هيتقفّلوا، إن شاء الله، إن شاء الله يعني تفائلوا خير. أنتم ما عندكمش غير نُص يوم الحد ويوم الاتنين بس. نُص يوم الحد ده لازم تخلّص فيه أي مذاكرة أنت عايز تخلّصها، يعني أي مذاكرة أو أي مراجعة بعيد عن الحل أو حتى لو جزء من الحل يعني عايز تخلّصها خلّص فيها. ميسيو الجبلاوي أنا كنت سمعت السنة اللي فاتت ليه، كان ميسيو الجبلاوي كان منزّل لنا فيديو كان 5 ساعات، السنة دي منزّل لكم فيديو 7 ساعات أنا شُفته. المهم بقدر الإمكان إن أنت لازم تخلّص، لو أنت عايز تتفرّج مثلًا على فيديو مراجعة، اتفرّج على الفيديو ده، بس حاول بقدر الإمكان إنك إيه، يعني تخلّص سريعًا، سريعًا عشان أنت عندك نُص يوم الحد بس، يوم الاثنين لازم نسيبه للحل فقط، فقط. وعلى التليجرام أنا كنت منزّلة لكم اللي هو مذكرتين كده للجرامر المنهج كامل. كان ميسيو بتاعي كنت باذاكر أنا منهم، كان الميسيو بتاعي كان منزّلهم لنا، ميسيو عادل بيلي. فأنا أنصحكم بجد، أنا حاطة لكم على التليجرام من زمان، ادخلوا على الرسائل المثبتة وراجعوا المنهج منه سريعًا، سريعًا عشان لازم مذاكرتك كلها تخلص يوم الأحد، لإن يوم الاثنين لازم يتساب للحل فقط. وزي ما باقول كل مرة، لو أنت مثلًا حاسس إن أنت مذاكر حاجة أو مذاكر فرنساوي ومش عايز تسمع ليه فيديو، بس عايز بس إنك تراجع على الجرامير أو عايز تراجع مثلًا على الكلمات أو عايز تراجع على أي حاجة، سريعًا، سريعًا وحاول إنك تخلّص علشان الحل الفرنساوي أهم كتير. فلو أنت عايز تسمع فيديو ممكن تسمع فيديو ميسيو الجبلاوي، ولكن زي ما قُلت إيه، بسرعة، ما تطوّلش أكتر من يوم الأحد. والمذكرتين الموجودين على التليجرام بجد تحفة جدًا وهيساعدوكم جدًا. وما تنسوش إن إحنا السنة اللي فاتت كان عندنا قبل الفرنساوي كان في أيام، كان تقريبًا كان في 3 أيام أو يومين ونُص، أنا مش فاكرة أوي بالضبط، بس كان عندنا أيام، بس على فكرة ما كانش ليها لازمة أوي، يعني إحنا كنا مضيّعوها أصلًا. كان شوية ناس على نزل بوستات على الفيسبوك إن هُم كانوا بيضيّعوها، مش حوارنا، بس هو أصلًا الأيام دي كانت بتضيع يعني. فأنت وأنت مضغوط إن شاء الله تلحق تلمّه، وده دليل إن الامتحان إن شاء الله هييجي سهل، فتفائلوا خير جدًا. وأنت بتحل إن شاء الله في حاجات هتقابلك من أولى وتانية ثانوي، اللي هو مثلًا زي مذكر ومؤنث بتاعة أولى جايين من أولى وتانية ثانوي. الحاجات دي إن شاء الله، إن شاء الله تقابلك وأنت بتذاكر أو المسيو بتاعك هينبهك عليها. فحاول قدر الإمكان إنك ما تقلقش منها، بس الحاجات دي لو قابلتك تحاول تركز عليها وتقف عليها لإنها هتيجي لك في الامتحان. في الامتحان سؤال أو 2 هييجوا من أولى وتانية ثانوي، أكيد المسيو بتاعك نبهك عليها أو إن شاء الله أنت هتقابلها وأنت بتحل. بس لو بتحل وأنت بتقابلها تركز عليها. لو عاوز برضه في يوم من الاتنين تراجع على أخطاء كانت بتيجي لك، تراجع على الأخطاء الشامة اللي أنت بتحلها بس مش من أول السنة، لإن أنت لو أول السنة هتقعد وقت كبير جدًا أنت بتراجع الأخطاء دي، وبجد مش هتلحق إنك تحل، ما فيش وقت قدامنا كبير أوي للرفاهية دي، إنك تراجع بس على الأخطاء اللي أنت حليتها في الشوامل اللي أنت حليتها بس. تحل كتير جدًا، لإن زي ما قُلت الفرنساوي محتاج حد بيحل كتير. وعلى فكرة يعني ثانوية عامة كلها محتاجة حل كتير، مش الفرنساوي بس. في الفيديو ده بس أنا جاية أصلًا عشان أقول لكم إن أنتم تهتموا بالحل أكتر زي كالعادة يعني، ولكن برضه ما تزعلوش من العربي، صدقوني يا جماعة بجد الناس كانت طالعة مبسوطة في النهاية، كان أو الناس برضه في ناس مبسوطة وانبسطوا في الآخر، وفي ناس مبسوطة، يعني هي ما لهاش قانون ثابت وما لهاش حاجة ثابتة، بس إحنا أغلبنا ما كانش مبسوط أوي، والحمد لله يعني كان يعني ربنا عوّضنا خير. وخلّيكم زيي، أنا كنت طالعة من امتحان عادي، حلو، وِحِش، عادي، ما كانش بيفرق معايا أوي. فما تقلقوش من أي حاجة والله، يعني خلّي دايمًا عندك ظِن وثقة بربنا عالية جدًا، وصدقوني النتيجة حتى أنت لو كنت كاتب حاجة غلط، النتيجة يعني أحوال بتتبدل. فإن شاء الله، إن شاء الله ربنا يكرمكم وكل واحد فيكم هيفرح ويفرّح أهله معاه. وبس كده، وصلنا آخر الفيديو بتاع النهارده، أنا بس طالعة أقول لكم حاجات بسيطة يعني مش أكتر. باي باي.